في زاوية معتمة من دنيا الظلم حبس ظاهر الجسد، لكن الروح بقيت حرة تناجي العدل الذي غاب والحق الذي تاه بين نار الغضب ودخان الحقد. اتفضل مولاي الخواجة. حسن التاجر الشريف القوي الواثق. شايفك دلوقتي قاعد في الأرض، لا شغل ولا كرامة. أهلا يا عادل. ربنا وحده اللي عالم بالحق وكل شيء بإيده. حق؟ انت بتتكلم عن الحق وانت السبب في موت أمي. أمك ماتت بقدر ربنا، مش بإيدي ولا بإيد أبويا. لا، أبوك السبب. اتجوز أمك وأمي كانت مريضة، شاف مصلحته وما كانش همه غير نفسه، وانت انت صورة منه. يا عادل، الغضب اللي جواك ده هيقتلك. الانتقام نار مش بتولع غير في صاحبها. يعني بتقول اني انا اللي غلطان؟ مش بقولك انك غلطان، بقول انك مخدوع، بتدور على راحة نفسك بالانتقام، بس عمرك ما هتلاقيها. لو كنت مكاني كنت عملت نفس الشيء. كنت هفكر في أمي المريضة، وكنت هحاول أفهم إن موتها مش ذنب حد. ربنا له حكمة في كل شيء، بس إحنا اللي بنضيع نفسنا بالكور. يمكن يكون كلامك صح. الوقت لسه معاك، ما تأخرش نفسك أكتر من كده. أمي سامحيني، أنا مش عارف أخلص من اللي جوايا.